يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الهنا والسعادة والرضا على عيون أحلى متابعين في الدنيا. أنا ريهام أحمد ودي قناتي، أول فيديو ليا على القناة. بتمنى إنكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس من إشعارات الكل علشان كل ما أنزل فيديو جديد يوصلكم إشعار بيه. بجد بجد هتشرفوني، هتبقوا اخواتي وحبايبي وكل حاجة ليا في الدنيا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا أحلى اخوات وصحاب في الدنيا. بما إن أول فيديو على القناة بعد تفكير كتير وقناة جديدة، تعالوا نفتح القناة كده بالصلاة على الحبيب عشان قلبنا كلنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج. انا ريهام احمد بقى، وده اول فيديو ليا على القناة النهاردة. حبيت كده ان انا اوثق فيديو حلو معاكم او روتين حلو معاكم. الروتين اللي هو بعد العيد على طول عامة. عملت كذا حاجة كده في الشقة بعد العيد، لكن فرش العيد ده لسه ما اتشالش لحد دلوقتي. قلت لا، لازم ادخل لكم كده بايدي مليانة، ما ادخلش عليكم بايدي فاضية. ادخل عليكم بروتين يليق بيكم. كان عندي قناة تانية ربنا ما وفقنيش فيها، يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وده اول فيديو حابة ان هو تشتركوا في القناة ويدخلي متابعين كتار جدا جدا. مش هتبقوا متابعين، لا ده انتوا هتبقوا اخواتي. القناة التانية هتلاقوها باسم ريهام احمد برضو، لو حابين انكم تاخدوا لفة كده فيها وتشوفوا محتوايا. كان يعني ربنا ما وفقنيش فيها، بقالي 3 سنين عليها وحاسة ان هي متتحركش من مكانها، قلة مشاهدات، قلة ما يعني يعتبر انا ما قبضتش منها خالص ولا قبض. فكنت صابرة ده كله، كنت يعني محتسبة تعبي عند ربنا واقول اكيد ربنا هيعوضني فيها. لكن اكيد هي كان فيها غلطة او اتعمل عليها غلطة، فانا حابة ان انا ابدأ المشوار من اول. آه يعني محتاجة وقفتكم جنبي، محتاجة دعمكم ليا، الدعم اللي هو اللي هتشتركوا في قناتي ودعمكم باللايك الجميل بتاعكم وبتعليق حلو كده يحفزني ان انا انزل لكم فيديوهات كتير. وان انا بقى يعني ايه استعوض ربنا في القناة التانية. ولان بجد يعني زعلانة جدا 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 ان انا سايباها. بقالي فترة ما نزلتش عليها، بقالي كام يوم ما نزلتش عليها، فالنفسية مش احسن حاجة ان انا سايباها بعد تعب وبعد شقة وده كله. فعاوزة اعوض ربنا بقى يعوضني في القناة دي. عارفة ان هو كان 3 سنين كتير قوي ان انا اسيب شقة 3 سنين وابدأ من الصفر كده، بداية من الصفر. مش عارفة ايه اللي هيحصل في القناة دي. لكن بجد انا حاسة ان ربنا هيقف جنبي في القناة دي. وطبعا بمساندتكم ليا وبمساعدتكم ليا بعد ربنا، حاسه ان القناه يعني بامر الله هتتشاف وهتبقى احسن من التانية وربنا هيعوضني خير فيها. فمحتاجه وقفه اخواتي يعني ربنا يديمهم نعمه في حياتي، اللهم امين. كان عندي متابعين حلوين قوي 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 على القناه التانية، هفتقدهم طبعا يعني. على عيني ان انا سايباها اساسا، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بقول بدل ما اتعب عليها اكتر من كده، وهي يعني يعتبر مش خلاص يعني فقدت الامل فيها نهائي. فقلت بقى اللي هتعبه في التانية لا، ابدأ من جديد وخطوة جديدة وسعي جديد من ربنا وتوفيق ان شاء الله. ربنا هيوفقني في القناة دي ومش هيضيع تعبي. فهمتكم معايا يا احلى اخوات بقى. كل اللي يشوف الفيديو النهارده محتاجه اللايك جميل، محتاجه دعمكم ليا بمساندتكم ليا باشتراككم في قناتي، وقفتكم جنبي كده يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. يلا نسمي الله كده ونبدأ احلى روتين مع بعض. الروتين ده انا بحبه جدا جدا جدا. تغيير من فرشة العيد للفرشة اللي هي اليومية، او الفرشة اللي هي بتاعت البهدلة يعني بمعنى اصح. انا عندي طبعا متابعيني على القناة التانية، لو حد شافني على القناة دي فعارف الكلام ده. بس انا ببدأ من الاول بقى، فهعرفكم من الاول انا بعمل ايه. المفروض ان الفرشة اللي انتوا شايفينها دي اللي انا شلتها معاكم في اول الفيديو، من ستاير، من ارضية، من فرشة مثلا على الركنة، كل حاجة كل حاجة دي المفروض ان هي دي فرشة العيد او فرشة المناسبات. انا كريهام حابة ان يبقى عندي فرشة للايام العادية وفرشة يعني فرشة للبهدلة يعني بمعنى اصح، وفرشة ايه للمناسبات. فانا عاملة كده يعني بقالي سنتين تلاتة كده على الوضع ده. العيد يعدي من هنا اقعد بالفرشة يجي اسبوع كده، ما كملش الاسبوع اكون شايلاها. حتى انا يعتبر العيد ده انا طولت على الفرشة شوية، يعني انا سبتها شوية. الموجودة في الارض دي حفاظات وهتلاقيكم كلكم عارفينها، بس اللي مش عارفها دي حفاظات مش سجاد، فبيبقى سهل يعني ان انا اشيل واحط وكده. بس عندي اللون زي ما انتوا شايفين، اللون عندي في الشقة غامق،
فالحافظات دي بحس ان هي لما بفرشها الصراحه، انتوا اخواتي يعني مش هخبي عليكم، هي كويسه وعمليه وكل حاجه، لكن بحس ان هي بتبقى مكركبه للشقه. اول ما بشيلهم بقى واشيل الفرشه بتاعه العيد دي واحط الفرشه التانية، هتشوفوا الشقه بتتغير ازاي. بحس ان الشقه فاقت كده، وبحس انا براحه نفسيه. حتى جوزي اللي هو جوزي اما بتبقى الفرشه دي يعني مفروشه، يقول لي انا حاسس بكركبه، في كركبه في الشقه. فانا لحد دلوقتي مش فاهمه، يعني ممكن يكون اللون بتاع الحافظات علشان غامق، مع الحيطان غامقه في الصاله من جوه، مع الركنه غامقه، فده اللي بيدينا ايحاء ان المكان ضيق وايحاء بكركبه. مش عارفه الصراحه، لا علشان انا توصلت لكده علشان انا لما بفرش السجاده التاني وهتشوفوه دلوقتي، او الفرشه بتاعت الارضيه التانية، بحس بقى ان الشقه راقت كده والشقه فايقه كده، مود تاني الصراحه، الشقه بتتغير. فانتوا قولولي رأيكم، بما ان ده اول فيديو ليا، وهتشوفوا الفرش ما بين الفرش ده وما بين الفرش ده، وتقولي لي ايه رأيكم، الفاتح احلى هو اللي بيخلي الشقة احلى، ولا الغامق مخلي الشقة حلوة؟ يعني ايا كان، بس علشان تبقوا عارفين، الغامق انا بحطه في الايام اللي هي الاعياد 3 4 ايام وبشيلهم على طول، والفاتح ده اللي انا مستمرة عليه، اللي انا على طول يعني ايه فرشاه وكده. تمام. اول حاجه عملتها زي ما شفتم، شلت كل حاجه في الصاله من جوه، وبعد كده شلت كل حاجه من الصاله من بره، وشلت الفرشه في الارضيه، مسحت الشاشه بتاعتي لمعتها. وكانوا متابعين على القناه التانية كانوا بيقولوا لي ان بلاش ترشي اللي هو اللهم ذكرني، اللي هو انا برش على الشاشه اللي هو الجلاس ده اللي هو بتاع الملمع بتاع الزجاج. فكذا حد قال لي لا بلاشه، في ملمع خاص بيبقى بيجي للشاشة. فالصراحة انا ما جبتوش لحد دلوقتي، او ما سألتش عليه، يعني معنى اصح ما خرجتش ان انا اسأل عليه وكده. فبقوم جايبة منديل واحط عليه شوية ملمع اللي هو بتاع الزجاج ده، واقوم مسحة الشاشة، طبعا محافظة عليها على قد ما اقدر، لان دي جاية بعد تعب، يعني بعد مشقة. كان عندي شاشة صغننة كده على قدي كنت حطاها، كانت صغيرة قوي، اللي هي 25 بوصة. هتقولوا لي ايه ده 25 بوصة؟ هقول لكم ايوه، كانت 25 بوصة، كنت مقضية حياتي بيها، متجوزة بيها، ويعني الحمد لله حطينا قرش على قرش، والحمد لله جبنا الشاشة دي اللي قدامكم دي. مسحت الارضيه ولمعتها، وحطيت شويه كلور كده على المسحوق اللي انا بغسل فيه الارضيه، او بمسح بيه الارضيه، بحيث ان هو ايه يلمع معايا او يفتح معايا الارضيه. زي ما انتوا شايفين البلاط عندي عادي، فبمسح على طول وبفرش، وده احسن حاجه بحبها عندي في البلاط ده، ان هو ثواني بيكون نشف وثواني بقوم فرشاه، يعني ما بيبقاش عائق ليا ان انا زي السيراميك بتحسوا ان انتوا عاوزين تستنوا شويه على بال ما السيراميك ينشف. لا انا عن نفسي بقوم مسحه كده وعلى طول بقوم فرشه. اهم حاجه اشتركتي في القناه ولا لسه يا ست الكل؟ والله العظيم اشتراكك هتنوريني جدا جدا من داخل مصر ومن خارج مصر. اشتراككم ووجودكم في قناتي وفي حياتي شرف ليا وعلى دماغي من فوق. فاشتركوا في القناه من علامه الاشتراك، اهم حاجه. يلا بسرعه انزلي اشتركي في القناه، مستنيه ايه؟ هتكوني اخت وصديقه ليا، وهتكوني سند ليا بعد ربنا. فاشتركوا في القناة، واهم حاجة عاوزة لايكاتكم وتعليقاتكم على الفيديو ده. اول فيديو بقى يعني كده، عاوزة تحسسوني كده، يعني تعوضوني عن ال3 سنين اللي راحوا مع القناة التانية. يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، فعاوزة اعوض ربنا يجيلي في القناة دي بعد طبعا مساندتكم ليا طبعا بعد ربنا. فمستنية وقفتكم جنبي، دعم اخواتي ليا من خارج مصر ومن داخل مصر، بجد وجودكم شرف في حياتي. فرشت بقى الصالة من جوه، وزي ما شفتم السجادة اللي انا حطيتها بيج، وهنا برضو بفرش السجادة البيج نفسها، هي اللي بتتفرش في الصالة من جوه. طبعا الصالة عندي مش مظبوطة على مقاس السجادة، فهتلاقوني بتني السجادة، تنيت السجادة اللي جوه في الصالة جوه، وجيت تنيت السجادة دي، فعلشان المقاسات بتاعت الصالة مش على مقاسات السجادة زي ما انتم شايفين. ليه يا ريهام انت حاطة هنا نبيتي على بيج؟ لان قبل تجديدات الشقة اللي انا عملتها في الشقة من 3 4 سنين او من 3 سنين، كانت الفرشة اللي انا بحطها في الارضية كان اساسا الانتريه عندي نبيتي قبل ما احوله لركنة. يعني الركنة اللي قدامكم دي كانت انتريه ومتحول لركنة، فكانت نبيتي.
فكنت بفرش الفرشة كانت نبيتي، فلما حولت للالوان اللي انتوا شايفينها دي او غيرت او جددت في الشقة عملتها رصاصي في كحلي زي ما انتوا شايفين كده، فما كانش هيليق عليها النبيتي خالص. فخلاص انا النبيتي ما بقتش افرشها خالص، وفرشت اللي هي البيج دي، يعني رسيت ان البيج هو اللي هيتفرش. فبالنسبة للنبيتي، الحتة النبيتي اللي انتوا شفتوها في الصالة من بره، انا بقول دي بتبقى تحت الكراسي مش باينة، ما جبتلهاش حتة، فانا بقول يعني ايه دي مش باينة ومتدارية وكده، فاللي بيبقى ظاهر بس زي ما انتوا شايفين كده السجادة ايه من بره. جيت هنا بقى زي ما شفتم الفرق بقى ما بين الستاير وما بين السجاد هيخلي الصالة مختلفة تماما، كأن يعني ايه، جبت صالة تانية او انا موجودة في حتة تانية الصراحة. فانا حابة الفرشة دي، ممكن تكون علشان فاتحة مفتحة الدنيا معايا، فانتوا قولولي رأيكم برضو علشان استمر عليه، او عشان ابقى عارفة لما اجي مثلا اشتري حاجة بعد كده، او ان انا اغير حاجة ابقى عارفة ان انا هجيب ايه، انتوا فاهميني. ففرشت بقى السجاد البيج زي ما انتوا شايفين، وهحط كمان ستاير البيج بيمشي مع بعضه، يعني حاسه ان هو ماشي مع بعضه. ايوه هتقولوا لي ايه دخل البيج في رصاصي في كحلي؟ هو فواتح مع بعضيها يعني، البيج بيفتح لي الدنيا، والبيج مع الستاير اللي هي اللي انتوا هتشوفوها دي هي مش بيج قوي زي ما انتوا شايفين، حاجات بسيطه بس الرسمه اللي فيها، فالدنيا ماشيه مع بعضيها يعني. اهو شايفين، فردت بقى الستاره كده. بحب هي المفروض ان انا عندي الحامل بستارتين، يعني زي ما انتم شايفين كده ماسورتين، فبحب ان انا الستاره اللي جوه تبقى لازقه للحائط زي ما انتم شايفين او للشباك، واللي بره بحطها يعني فاضيه، بحط الماسوره بتاعتها فاضيه عادي. هظبط الدنيا بقى لان عندي هنا المساحة ما بين الشباك وما بين الركنة بتبقى قافلة قوي، ده بيتعبني في فرشان الستارة. لازم ازنق بقى الستارة كده وواحدة واحدة كده اقوم ايه، يعني حطاها كده، مدلدلاها بحيث ان هي تتعدل. شايفين، بظبط على قد ما اقدر من جميع النواحي بحيث ان هي ايه تبقى نازلة ستريت كده مفيش حاجة متبهدلة فيها. بصوا بقى دي الستارة دي من الستاير التانية اللي انا شلتها، الستاير التانية بتبقى رصاصي في كحلي، فانا كنت فرشة رصاصي بس ما كنتش فرشة الكحلي العيد اللي فات. شلت بقى كل حاجة على الركنة كده، وهجيب البياضات دي زي ما قلت لكم في الاول الفيديو ان دي هي الفرشة اللي بقعد بيها بقى، بتستحمل الولاد انهم يدلقوا حاجة يكبوا حاجة، بتستحمل قعدتنا عليها الدنيا، بحس ان هي ايه مش خايفة على الفرشة، بمعنى اصح ان هي تتبهدل، ما بقولش اقعد يا ولد اسكت يا بيت كده يعني، انتوا فاهمين. لكن التانية بحس ان هي لا، بنبقى محافظين زيادة عن اللزوم. لا انا افرش دي وبحط بيضاتي، بتبقى حامية للركنة والدنيا بتبقى جميلة ويعني سلسة كده وكان الله بيسر عليهم يوم بتبقى حلوة قوي، بحس ان هي كده راحة نفسية ما بينها وما بين الفرش التاني. هتقولي طب ما تفرشيش الفرش التاني طالما بيعقدك او بيغير نفسيتك او كده. لا هو الفرش التاني بحس ان هو يعني ايه عاوز محافظة زيادة عن اللزوم، او ممكن يكون علشان انا محافظة عليه، علشان انا عاملاه بمعنى اصح للمناسبات ان هو يتفرش يومين ويتشال. طبعا كلنا عارفين يعني الوضع عامل ازاي، فالواحد معهوش ان هو يجيب كل مناسبة او كل عيد حاجة جديدة، فانا محافظة عليه عشان كده الصراحة. فرشت البياضات دي ودي بتحافظ لي على الركنة جدا جدا جدا. لو هتلاحظوا ان انا كنت شايلة اساسا برضو بياضات كده في اول الفيديو، انا كنت عاملاها ده كان قطعة قماش اللي هي بقى في اول الفيديو، كان قطعة قماش عندي وانا قصاها كده على قد البياضة او على قد الركنة وبحطها كده. هنا المفروض الترابيزة اللي انا بحطها في النص وبحاول حواليها، بحط حواليها اللي هو الكراسي، فانا بحس ان هي برضو بتزنق لي الصالة. فقلت ليه طب ما انا بدل ما بطفي الكاميرا وبعدين بغير في الشكل انا هعمله معاهم كده واقول لهم تمام. يعني انا بعد ما بحطها في النص كده واحط الكراسي بقوم شايلاها بعد ما بخلص تصوير، واقوم ايه عادلة الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. لا انا قلت بقى ايه اسيبهم في جنب كده بحيث ان الصلاة تبقى مترتبة، ويعني يبقى الدخلة بتاعت الصلاة يعني الدخلة بتاعت الباب تبقى ايه كويسة فاضية كده. هنا بقى شلت الستارة، وبعدين هحط الستارة اللي هي البني دي. انا ما شلتش الستارة اللي هي على الارج، لو هتلاحظوا ان في ستارة مفروشة عندي على الارج اللي هي الكحلي، سبتها قلت ايه
اسيبها كده شكلها لايق برضو معاهم. المفروض ان هي في ستاره بيج برضو بشيل دي الكحلي واحط البيج، فقلت كتغيير يعني اسيبها يومين 3 وبعدين ابقى اشيلها. هنا وصلت لمرحله المعطر بقى، ودي احلى مرحله لما بوصلها يعني بقى، بحس ان انا فقت كده، انا خلصت خلاص. بترش المعطر على الستاير ليه ريهام؟ عامه نصيحه من اخت لاختها، ما ترشيش المعطر في الجو، معطر في الجو ولا كأنك عملتي حاجه، فاقوم عاملاها كده على الستاير واي بقى خداديات اي حاجه عندي. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وتكونوا حطيتولي لايك كده واشتركتوا في القناه. استنوني في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله.